مبروك يا شباب، مبروك يا سوريين. يعني الحقيقة كل يوم عنا أخبار حلوة. سفاح صيدنايا معروف اللواء محمد خير كنج بقبضة الثوار، بقبضة الحكومة، بقبضة الإدارة الجديدة. هذا أكيد ما بعرف إذا في حدا مسمعان باسمه. أحد كبار المجرمين، أحد كبار السفاحين، اللي كان يعني وقت يجي المعتقل قدامه على أساس محاكمته تطول بين 30 ل 60 ثانية، يعني دقيقة، وبيوقع حكم الإعدام وبيقول له روح. هيك إعدامات بالجملة يعني. أكيد مو أقل من 40 بيقولوا مو أقل من 40 ل 50 ألف إنسان وقع على إعدامهم. تخيلوا شخص واحد كان مسؤول مدعي عام ومسؤول المحاكم الميدانية لحول الناس على الموت بكل بساطة. يسألوا للمعتقل شو اسمك منين، وبشوف شو الورق مكتوب شو تهمته وتوقيع على الإعدام فورا. تخيلوا. والخبر الحلو الثاني هو هذا شجاع العلي، المجرم الكبير، سمعانين أكيد باسمه شجاع العلي، شبيح كبير يعني من ريف حمص، عمل عمايل. هو اللي كان اسمه مشهور بمذبحة الحولة. تتذكروا مذبحة الحولة راح فيها ذبح يعني ذبح نساء وأطفال ورجال وكبار وصغار، ذبح بالسكاكين. هذا واحد منه كان مشهور بالإجرام الرهيب جدا، يعني اللي ما في الإنسان يتخيله. معه مجموعة كبيرة وسلاح ومخدرات وكل شيء بدك إياه طبعا. خطف، إخفاء، قتل، طلب فدية، يعني شغلة مثل الكذب وغيره وغيرات. والحمد لله هالكم يوم يعني الشبيحة اللي وقعوا بإيدين الحكومة والقوات الجديدة يعني عدد كبير جدا جدا. فالحمد لله يعني ألف مبروك. عقبال الباقي، عقبال ما نفرح كلياتنا بيجيبوا بشار ويعلقوه بساحة المرجة إن شاء الله وبينشنق قدام كل العالم. هلا مبدئيا عم نستنى الأحكام العادلة تجاه هدول المجرمين اللي تم القبض عليهم والحبل على الجرار. تخيلوا لحد الآن في أعضاء من حزب الله موجودين بريف حمص ومسكوهم امبارح. مسكهم. شو عم تعملوا انتم؟ شو لا قاعدين لهلا عم تعملوا؟ طبعا في محاولات كثير لبس البلبلة، بس ان شاء الله ما راح ينجحوا. الشباب واعيين ولله الحمد وفايقين، وان شاء الله الامور من حسن الى احسن.